في القليوبيه في كوم السمن. بتنيل ايه عندك؟ طب خليك عندك بقى، ما تتحركش، انا جاي لك. سلام. ها فين؟ في القليوبيه. بيعمل ايه هناك؟ هو صعيدي من هناك، اهله هناك القليوبيه. ماشي. استنى، من ايدك دي لايدك دي، وريني ايدك كده، دي او دي او دي ودي. انت هتهزر؟ تعالي هنا، انت فضحتينا. اتنيلة عقلي. فضيحة دي وزفتي انت كمان. كنت بتعملي ايه يا بنت في شقة الزفت ده؟ كنا متجوزين. اتجوزتي؟ بتتجوزوا من ورانا يا بنت؟ من غير ما نعرف؟ من غير ما اعرف؟ بقول لك ايه، انا مش ناقصه وجع دماغ بقى، انا فيا اللي مكفيني. طب والراجل اللي عملت له محضر الرمياه في الحجز لغايه دلوقتي؟ هو ده كل اللي همك؟ الراجل يكش يولع الراجل. يا بنت كلميني عدل يا بنت وفهميني. نعم، عايزه تفهمي ايه؟ انت ازاي تعملي العمله السوداء دي يا بنت؟ انا ما عملتش حاجه غلط، انا اتجوزت على سنه الله ورسوله. ده انت كلك على بعضك غلط في غلط. والله؟ ومن امتى بقى شفتيني ان انا كلي على بعضي غلط في غلط؟ ولا هو الغلط عندي انا بس وسبع البرومبا بتاعك على قلبك زي العسل؟ يا بنت ده انت فضحتينا في الحته. انت عبيطه يا بنت ولا شكلك كده؟ لا انا كنت عبيطه. كنت عبيطه لما سبع البرومبا بتاعك كان بياخد مني الفلوس كل اول شهر وانا بشقى وبتعب كل الشهر. كنت عبيطه فعلا لما كان بيضربني ومرمط بكرامتي الارض وانا قاعده في بيتي وهو ضيف علينا قاعد اكل شارب نايم. كنت عبيطه. عارفه كنت عبيطه ليه؟ عشان عامله لك حساب وعامله لك قيمه. برضه فضحتينا في الحته. تاني فضحتينا؟ طب حطي في بطنك بقى بطيخه صيفي، الحاره كلها بتتكلم علينا وملهاش سيره غير سيرتنا. ما هو انا ما عرفتش اربيكي من الاول. لو كنت كسرت دماغك كنت بقيت تحت طوعي، انما سبتك على حل شعرك لغايه ما بقيتي بتبجحي فيا كمان. لو انت الصادقه، لو كنت خدتيني في حضنك زي بقيه الامهات ما كانش ده بقى حالي. روحي ربنا ينتقم منك. فضحتيني. 2 مليون جنيه يا لهوي بالي، ده حقيقه ولا حلم؟ نسيبها لحسن يقول لا. لا مش هيقول لا، هيقول اه. هو عبيط يعني؟ وبعدين دي طاقة القدر واتفتحت، حد تفتح له طاقة القدر ويقول لا؟ بقول لك عايز تلاوت. ايه؟ تلاوت بسرعه. وانا اعمل لك ايه دلوقتي؟ اعملها لك في العربيه. طب اعمل ايه؟ خليه يركب في اي حته. اقف هنا. هرب مني بس الرجاله بتدور عليه. طب انا هحكي لك حكايه. زوال عمك السلام عليكم. حبيبي عمك، اهلا. ازيك يا حبيبي؟ يا دي الهنا، تصدق بالله لا اله الا الله. لسه في بالي والله وعايز اكلمك اشكرك على دماغك اللي تتايل بالذهب. حبيبي الكلام اللي انت قلته لي دخلت وقلت له وكيل النيابه كان هيفرقع من الغيظ، وفجاه بص لي كده وقال لي روح يا شيخ اخلاء سبيل بدون بضمان محل سكن. بضمان محل سكن. والله حبيبي يفتح عليك، الف مبروك. والنبي لازم تيجي اعمل معاك واجب. لا بص، الواجب بتاعي تشوف لي عربيه تخرجني من البلد دي بسرعه. ليه كده؟ انت في حد قطرك يعني حاجه زي كده، بس شوف لي عربيه الله يكرمك. يا نهار ابيض عينيا. راضي في ايه؟ قال ايه يا صاحبي؟ تعالى يا صاحبي، بقول لك ايه؟ عم ماهر ده اخ عزيز. مساء الخير. مساء النور. عزيز قوي، ها؟ توديه اي حته هو عايزها، وحسابك عندي بزياده ابو رضا. عينيا الاثنين حاضر. تسلم عينك. مفيش بقى اي حته كده من اللي قال عليها الطبيب؟ اي حته يا عم ماهر. ايه يا عم ماهر انت عمرك استنى يا عم ماهر، يا نهار ابيض انا اول مره اطلب منك الطلب ده. غالي والطلب حشيش يا عم ماهر. الله يكرمك، مش عشاني والله. حبيبي انت راضي؟ انا راضي. فعلا راضي؟ راضي. صباح الرضا. صباح الرضا عليك. يلا يا باشا. يلا يا باشا. سلام مع يا السلامه زوق. يا عم ماهر. سلام يا زوق. مع السلامه يا عم ماهر.
في رعايه الله. الله يخرب بيت الجواز على اللي عايز يتجوز. ليه كده يا عم، في ايه؟ الوليه مراتي لما كنت متجوزها كانت مطلعه عين امي، بعد ما طلقتها لحد دلوقتي لسه برضه بتطلع عين امي. طب ما تبعدها عن امك. لا المشكله مش مع عمي، المشكله معايا انا. ايه المشكله؟ هي رافعه عليا قضيه تبديد عفش. قال انا بددت العفش. عفش ايه ده اللي انا بدده بعد 10 سنين جواز؟ يعني هي رافعه عليك قضيه؟ اه رافعه عليا قضيه. بس انت جيت في ملعبي، هحلها لك وهطلعك منها زي الشعره من العجينه، ما تقلقش. ازاي؟ ازاي؟ دلوقتي انت مضيت على قايمه. اه. هل كل الحاجات المنقولات اللي في القايمه انت جبتها؟ لا مش كل الحاجات، في حاجات ما كانتش جبتها انا وكده، بس كانت مكتوبه وانا بصراحه مضيت يعني. وهي مضيتك عليها قال يعني عشان بتضمن حقها. بالظبط كده اه. حقها اللي هي الحاجات اللي انت ما جبتهاش ومضيت عليها. ايوه اه، كل حاجه، كل اللي في القايمه مضيت عليه. طب احلها لك بقى ايه بشكل قانوني. دلوقتي القايمه دي فين؟ في الشقه. اللي هي شقه الزوجيه. اللي هي شقه الزوجيه. والزوجه بقى فين؟ قاعده في الشقه. قاعده على القايمه. قاعده على القايمه في الشقه مع القايمه في كل حاجه. انا ما خدتش اي حاجه خالص. انا عايز افهم بس هي قاعده ولا قايمه عشان اصيغها بشكل قانوني. هي مين دي؟ يعني الزوجه قاعده في الشقه، دلوقتي انت متجوز. لا انا مطلق، ده لما كنت متجوزها. ايوه يعني كنت انت وهي زوج وزوجه. انا وهي زوج وزوجه. كنت انت متجوز اه انا كنت متجوز. وهي كانت متجوزه. متجوزه ايه؟ بقول لك مراتي. ايوه يا عم مراتك، ما كنت انت وهي زوج وزوجه في شقه الزوجيه. اه كنا قاعدين في الشقه لما كنا متجوزين. قشطه. دلوقتي هي بقى اللي قاعده لوحدها في الشقه. لا معاها البت بنتي، وقاعده كده معاها يعني لحد ما البنت تكبر، وبعد كده الشقه بتاعتي. قشطه ما تقلقش خالص. امك فين بقى، قاعده معاها في الشقه؟ لا امي مش معاها، امي في شقتها. اه امك قاعده في حته تانية يعني. اه في الشقه بتاعتها هي. اديني فرصه بس عشان انا عايز ايه ادور على صياغه قانونيه. صيغه ازاي يعني؟ يعني اصيغها لك بشكل قانوني. صيغه بشكل قانوني؟ اه. هو حضرتك محامي يا اخ؟ لا انا محب للقانون. محب؟ اه. زي ما مراتك محبه للقايمه كده. دي محبه جدا. دي على فكره ماسكه في القايمه دي بايدها واسنانها، مش عايزه تنزل عنها خالص. ولا تقلق خالص، انا هطلعك منها زي الشعره من الفطيره. بجد؟ اه في واحد بتاع فطير كده على جنب، نروح ناكل عنده سندوتشين كبده وهظبطك اخر ظبطه، ما تقلقش. ايه؟ نتعشى يعني، ناكل لقمه سوا عشان يبقى عيش وملح. وبالنسبه للقانون ده ملعبي، ما تقلقش انا هطلعك منه. يا مهران. يا ماهر. انت فين؟ ما انا فهمت ان انت عرفت. لا انا خلعت منهم. قول لي بس انت فين وانا اجيلك. ماشي قشطه، سلام. ايوه ماهر، وصلت البيت؟ يعني كله تمام؟ انا هربت منهم، ما تقلقيش يا ستي. لا هروح لمهران، قال لي لوكاندا كده في وسط البلد تقريبا في طلعت حرب. يا ستي اهدي بقى، اما اروح هناك انا هكلمك اطمنك. سلام.